رايحه نمد لكم بعض النصائح باش تنجحوا في وصفه التزينيات. نبداو بالعجينه. كما قلت لكم جميع المقادير لازم تكون بحراره الغرفه. وعلاش؟ بور ايفيتي لي غرومو. هذه نقطه مهمه. نجو نشمخوا العجينه تاعنا. قلت لكم لازم نستعملوا مارغارين دو فويتاج من الاحسن، واذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اسمن، بصح الزبده جامي تستعملوها، ماهيش رايحه تساعدكم في القريص. هذه بالنسبه للعجينه. نزيد لكم حاجه في العجينه، لازم كي تشمخوا العجينه تاعكم تكون متماسكه حكمه روحها، والا رايحه تعبكم في القريص. نجو لافارس تاع التزينيات. البنه تاع التزينيه عمرها كانت في القارص بزاف. عندنا قاعده تقول حبه قارص تكون شابه، ومن الاحسن تكون من الجردان، ولا راكم كيما حالتنا هنا في فرنسا من الاحسن لو بيو هو اللي راح يمد لكم البنه تاع القارص، يعني الشابه. حبه قارص في الكيلو تاع اللوز لا اكثر. وشنو يحب الفانيلا، والفانيلا كي تكثروا منها هي اللي تعطي لكم التحميره الشابه في التزينيات بعد ما يطيبوا. نجو طريقه رحي اللوز اللي هي كانت مهمه جدا في نجاح وصفه التزينيات. لازم تكون الحبه تاع اللوز تاعكم مرحيه رقيقه، نسموها حنا امون دو كوسكوس. ما لازمش يكون خشن بزاف، وماشي لا بودغ داموند، بالعكس لا بودغ داموند نغربلو اللوز تاعنا باش ننزع لا بودغ داموند، لانه لا بودغ داموند كي تشمخوا العجينه تاعكم بالبيض سافا كريي كوم اون كول اللي رايحه تلصق بين الحبيبات وتمنع العسل تاعنا يدخل لقلب الحبه. اليوم رايحه نمد لكم بعض النصائح باش تنجحوا في وصفه التزينيات. نبداو بالعجينه. كما قلت لكم جميع المقادير لازم تكون بحراره الغرفه. وعلاش؟ بور ايفيتي لي غرومو. هذه نقطه مهمه. نجو نشمخوا العجينه تاعنا. قلت لكم لازم نستعملوا مارغارين دو فويتاج من الاحسن، واذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اسمن، بصح الزبده جامي تستعملوها، ماهيش رايحه تساعدكم في القريص. هذه بالنسبه للعجينه. نزيد لكم حاجه في العجينه، لازم كي تشمخوا العجينه تاعكم تكون متماسكه حكمه روحها، والا رايحه تعبكم في القريص. نجو لافارس تاع التزينيات. البنه تاع التزينيه عمرها كانت في القارص بزاف. عندنا قاعده تقول حبه قارص تكون شابه، ومن الاحسن تكون من الجردان، ولا راكم كيما حالتنا هنا في فرنسا من الاحسن لو بيو هو اللي راح يمد لكم البنه تاع القارص، يعني الشابه. حبه قارص في الكيلو تاع اللوز لا اكثر. وشنو يحب الفانيلا، والفانيلا كي تكثروا منها هي اللي تعطي لكم التحميره الشابه في التزينيات بعد ما يطيبوا. نجو طريقه رحي اللوز اللي هي كانت مهمه جدا في نجاح وصفه التزينيات. لازم تكون الحبه تاع اللوز تاعكم مرحيه رقيقه، نسموها حنا امون دو كوسكوس. ما لازمش يكون خشن بزاف، وماشي لا بودغ داموند، بالعكس لا بودغ داموند نغربلو اللوز تاعنا باش ننزع لا بودغ داموند، لانه لا بودغ داموند كي تشمخوا العجينه تاعكم بالبيض سافا كريي كوم اون كول اللي رايحه تلصق بين الحبيبات وتمنع العسل تاعنا يدخل لقلب الحبه.